عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد فور، أهلا بيكم. يلا بينا نجهز كتابنا ونجهز القلم معانا ونبدأ. يلا بينا، بسم الله. طيب هبدأ معاكم، هفكركم بس بأول بالفيديو اللي فات على طول. بدأنا بليسن 1 بيكلمني عن حاجة اسمها living organism اللي هي الكائنات الحية. اوكي، زي مين؟ عطاني اكزامبل. رقم 1 اللي هي من بين، رقم 2 البالم تري، رقم 3 ستار جاما ليزرد. تمام، وقلت لكم لازم نحفظ الاسم ثلاثي علشان هيجي عندي ليزرد كتير تانية فأكون مركز معاه. فبيقول لي ايه؟ اول حاجة كل ما يجي يتكلم على animal، طبعا ما شاء الله احنا المنهج بتاعنا مليان animals و plants كتير، فيعني ايه نركز قوي مع بعض. اول ما بيكلمني عن الليزرد اللي اسمها ستارت جاما ليزرد، دي عايشة فين؟ دي عايشة في الديزرت. اللي عايشة فين يعني ايه؟ live in يعني ايه برضو؟ يعني habitat. دي احنا هناخدها فين على طول بعد ما نقلب الصفحة. يبقى كلمة habitat معناها live in، يعني هي عايشة فين. طب انا هعرف ليه هي عايشة فين؟ عشان اعرف الظروف اللي هي عايشة فيها وافهم هي بتعمل ازاي adaptation. فهي عايشة في الديزرت. تمام. طيب طبعا احنا عارفين الصحراء الجو حر جدا والدنيا رملة والاكل قليل وحاجات كتير. طيب دلوقتي هو بيكلمني دلوقتي عن ايه؟ extreme hot climate. هنا معناه ايه extreme hot climate؟ معناه درجة الحرارة العالية يا جماعة. تمام. فبيقول لي ايه هنا في بالحاجة اللي هي باللون الاحمر دي؟ do you notice how each of the previous living organisms protect itself from extreme hot climate؟ يعني ايه extreme hot climate؟ يعني درجة الحرارة الشديدة. يعني ايه protect؟ معناها تحمي نفسها. تمام. فبيقول ان الستارت جاما ليزرد اللي عايشة في الديزرت دايما بتعمل ايه؟ بتحافظ على نفسها by finding shaded area. يعني ايه في find shaded area؟ يعني بتدور دايما على منطقة ظل. اما بالنسبة للبالم تري، فالليفز بتاعتها بتتغطى بواكسي لير، طبقة من شمع، طبقة قوية تخلي الايه الليفز دي ما تفقدش ووتر كتير. طيب ايه كمان؟ الهيومن being protect himself from extreme hot climate by using umbrella and light clothes. تمام، بنلبس هدوم خفيفة وممكن نستخدم الامبريلا. بعد ما كلمني عن دول، اهم definition عندي في كل الكونسبت ده اسمه adaptation. adaptation لازم احفظ، هي عبارة عن character، مش لازم احفظ كل ده. help living organism to survive and reproduce. تاني لحد هنا بس. تاني، هي characteristic، هي مميز، يعني شيء مميز لمين؟ مين بقى اللي بيقدر يعمل adaptation؟ living organisms. ناخد بالنا جدا من الموضوع ده عشان هيجي يقولي non living thing ممكن تعمل كده. طبعا لا. هو قصده ايه بالنون living thing؟ يعني الحاجات اللي مش حية، ترابيزة، موبايل، شباك، سرير، كل دول ما يعرفوش يعملوا adaptation. امال مين اللي بيعمل adaptation؟ هو بس living organism، الكائنات الحية. طيب الادابتيشن بتساعدهم على ايه؟ ان هم يقدروا يعملوا survive and reproduce. يعني ايه survive؟ يعني ينجو، reproduce يعني يبقى عندهم babies بعد كده. بعد كده هنا برضو في definition تاني هنكمل عليه ان شاء الله في grade 5. بيقولي ecosystem. ecosystem هو النظام البيئي او البيئة اللي انت عايش فيها. وانا قاعد كده في مكاني، انا عندي جوه البيت كبيئة خاصة بيا على قدي صغنونة. عندي سريري، عندي مكتبي، عندي موبايلي، عندي اللابتوب بتاعي، عندي اوراقي. طب عندي كات في البيت، عندي انا مربي كلب في البيت. طب لا، ده انا مربي ليزرد، كاميليون عادي خالص. لا انا عندي بلانتس، انا عندي عصافير، كل دول من الليفينج اورجانيزمز اللي عايشين معايا. طيب انا مثلا حوالين البيت فيه تريز كتير، اوكي تمام وماله، ده برضو من الايه، من الايكو سيستم بتاعي. فالديفينيشن بتاع الايكو سيستم ده ان شاء الله هناخده بالتفصيل السنه الجايه باذن الله. فبيقول لي it is an area، هي المنطقه اللي ايه اللي بيحصل فيها where living organism and non-living things are interacted with each other. يعني ايه interacted هنا؟ يعني بيتفاعلوا مع بعض. يعني ايه يعني انا فتحت موبايلي، خلاص فتحت اليوتيوب بشوف الفيديوهات اللي عليها، عمال بعمل interact. تمام. طيب مثلا عايز افطر، ففتحت التلاجة لقيت فيها حاجات فرحت واخدها.
انا كده عملت interact. بس انا كليفينج اورجانيزم عملت interact مع non living things. فده في الايكو سيستم. طبعا يعني تعريف الايكو سيستم اكبر من كده واشمل من كده، ولكن انا بوضحه لكم بطريقه بسيطه نقدر كلنا نفهمها. اتفقنا؟ طبعا ده كان الجزء الايه اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. المرة دي بقى دخلنا فيه كلام جديد ومهم جدا. بيقول لي بينجوين. هو مين البينجوين؟ هو طبعا طائر البطريق اللي قدامنا ده. طبعا احنا عارفين ان البطريق ده عايش على طول في التلج، صبح ليل ظهر عصر مغرب، من اول ما يعيش لحد ما يموت عايش هناك. طب ايه ده؟ طب ده بيعيش ازاي؟ فهو هنا جاي بيقول لي ايه، شوف كده الصورة دي. هو الانسان يقدر يمشي كده 5 دقايق 10 دقايق على التلج؟ طبعا لا. احنا حتى لو مسكنا التلج بايدينا ممكن نرميه من كتر ما هو ساقع. ولكن البنجوين بيقدر يعيش كده طول عمره. فبيقول لي ايه؟ فبيقول لي ازاي حصل حاجة زي كده. فطبعا انا عادي هرد عليه هقول له اكيد ربنا خلقه كده. حلو قوي ده. يعني ايه اكيد ربنا خلقه كده؟ يعني ربنا خلقه يقدر يعيش هناك. طب ازاي؟ طبعا هو خلق الله الحمد لله، يعني وربنا فعلا خلقه كده. بس لازم احنا في العلم، في الساينس لازم نحاول نفهم كل حاجة. فبدأوا الساينتست يبدأوا يدرسوا الانيمال ده، ويبدأوا يقدروا يشوفوا هو ازاي قدر يعيش في التلج بالطريقة دي. فهنبدأ مع بعض ونقول البينجوين ده يعتبر ايه؟ bird ولا animal ولا lizard ولا insect ولا ايه بالظبط؟ طبعا هو bird يعني ايه؟ يعني طائر. خلاص. ولكن عشان حجمه كبير قوي بس ما بيقدرش يطير. تمام، كانت fly. اوكي طيب. طب انا ليه بقى قلت بيرد؟ علشان كل البيردز يا شباب، عصفورة، فرخة، كتكوت، اي بيرد عنده فيذر، جسمه بيتغطى بفيذر. يعني ايه فيذر؟ يعني ريش. تمام طيب. يبقى هنا بيكلمني اول ما بدأ معايا بيقول لي البنجوين ده عايش فين؟ يلا بينا كده نفكر. عايش في التلج. حلو جدا. طب التلج ده في مكان اسمه ايه؟ اسمه بولر كلايمت. موجود في البولر كلايمت. بولر هنا يعني قصده القطبين بتوع الايه، بتوع الارض. طبعا الاقطاب بتكون ايه، القطب الشمالي والجنوبي في الارض بيكون ايه، بيكون مليان تلج طول السنة. خلاص، لان الشمس مش بتجيله كتير. فالبنجوين هنلاقيه هناك. اوكي تمام، عايش في البولر كلايمت. طب المنطقة دي اسمها ايه؟ انتاركتيكا. طب دي ايه؟ دي القارة القطبية الجنوبية. يبقى انا اول ما اخد اي انيمال اقعد كده بالراحة اتخيل. اول واحد عندي اسمه بينجوين. عايش فين؟ عايش في التلج. اللي هي مين؟ اللي هي البولر كلايمت. طب المكان ده ليه اسم، اسمه انتاركتيكا. طيب هو اصلا بيرد. ف ربنا خلى البودي بتاعه covered with حاجتين بالظبط. مين هما؟ يتحفظوا كده: dense feather and thick layer of fat. دول لازم يتحفظوا زي ما هم. تمام. يعني دلوقتي انت تقولي ما عنده فيزر. طب ماشي، طب ما الفرخة عندها فيزر، ينفع الفرخة تروح تعيش هناك؟ هتموت. ليه؟ لان هنا هو عنده دنس فيذر، ريش كتير قوي قوي قوي، وكمان تحته طبقة من الدهون اللي هي thick layer of fat تخلي جسمه دافيان. انا في الشتاء بعمل ايه؟ خلاص الشتاء داخل علينا ما شاء الله. بنلبس جاكيتس وبنلبس هدوم تحت وهدوم فوق، وبصي الدنيا بتبقى مقفلة خالص. طيب هو عايش هناك طول عمره، فربنا خلق له dense feather and thick layer of fat. طيب حلو جدا. نرجع تاني نبص بصة كمان. انا بتكلم عن مين؟ عن البنجوين. البنجوين ده ايه؟ ده بيرد. جسمه بيتغطى بايه؟ بفيذر، دنس فيذر، ما بيقدرش يطير. طب عايش فين؟ في البولر كلايمت اسمها انتاركتيكا. تمام طيب حلو جدا. بيقول لك ايه؟ بص كده، انتاركتيكا دي ايه؟ دي ابرد مكان على وجه الارض. ياه، شفت بقى ازاي؟ طيب بالنسبة للادابتيشن يا جماعة، احنا لما نيجي هنتكلم وهندخل شوية في الادابتيشن
هنبص طبعا الادابتيشن ليها حاجات كتير وانواع كتير، وهنشوف كل حاجة ان شاء الله. فالادابتيشن بتاعت البنجوين رقم واحد، بص مقسمها ازاي، قالك بودي، جسمه من فوق. تعالوا كده نشوف جسمه من فوق متغطي بايه. covered with thick layer من الفات، ومعاها dense feather. طيب كويس قوي، ليه؟ عشان يفضل دافيين. بصوا بقى يعني سؤال ليه ده سؤال عبيط قوي، هو طبيعي عشان يفضل دافيين. تمام، يبقى to keep its body warm. طبعا احنا يعني جديد العهد بالحفظ الكتير وبالحاجات دي، ولكن لما احفظ الجزء ده كده زي بعضه to keep its body warm، هلاقيني بحطها في معظم الحاجات، فنشد حيلنا كده ونحفظ. ويا ريت تحطوا خط ورايا على الحاجات المهمة ونحفظها. طيب ندخل على رجليه. بصوا كده بصة، هل رجليه ده لابس فيها جزمة؟ لا. طب شراب؟ لا. طب يا سيدي فيها فيذر؟ برضو لا. طب فيها فات؟ برضو لا. ايه ده؟ امال رجليه دي مالها؟ بيقولك بقى هنا although they have no feather، مفيش feather ولا في اي حاجة خالص في رجليه، بس يا سيدي الراجل ده عايش دفيان ودماغه عالية جدا. طيب ليه بقى البنجوين فيتس ما بيحصل لهاش فريز؟ طيب دلوقتي بيقول لي علشان سبحان الله ربنا خلق للبنجوين ده 2 تايبس من البلاد فيزلز. واحد فيهم بيقولك بلاد فيزل، والتاني بيقولك other blood vessels. البلاد فيزل الاولاني بيعمل ايه؟ bring up لمين؟ بياخد لفوق مين؟ cold blood. وبعدين bring down مين؟ الورم بلاد. ناخد بالنا بقى خلاص انه الكلام ده احنا هنتسأل فيه معظم الاسئلة في الجزء ده عن الكلمتين دول بس. تمام. طب يعني ايه برضو؟ ما انا مش فاهم. تعالوا كده نبص على الصورة. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا هيكون الايس 100%. خلاص ايس اهو. وبعدين ايه دي البنكوين فيتس على الايس، فطبيعي ان البلاد فيزل اللي هنا هيبرد وهيبقى كولد بلاد. خلاص. فربنا يعمل ايه بقى؟ خلقه ازاي؟ قالك الكولد بلاد ده بيبدأ يطلع لفوق علشان عايز يتدفى، والورم بلاد جايله من تحت. طب هو ورم ليه؟ يعني ايه ورم اصلا؟ كولد يعني بارد، وورم يعني دافي. البلاد فيزل الدافي بينزل من تحت، نزل بقى من عند الفيزر والفات، والدنيا فوق جميلة ودافية وحلوة، وهو نازل ورم. خلاص. بعدين هيعمل ايه اللي هيحصل؟ يبقى دلوقتي رجليه متدفية عشان 3 خطوات. رقم واحد، البلاد فيزل الاولانية بتعمل برينج للكولد بلاد اب اهو، شايفين السهم؟ اما البلاد فيزل التانية بتعمل برينج للورم بلاد داون اهو. طب بعدين البلاد فيزلز الاتنين دول وهم ماشيين wave around each other. يعني ايه؟ بيلفوا حوالين بعض زي اللي هنا دي. طب ليه كل الكلام ده؟ علشان يعملوا ايه؟ علشان يدفوا بعض. يعني بيقولي هنا الهيت ترانسفير. يعني ايه؟ يعني البلاد الدافي هيدفي البلاد البارد، زي مثلا لما يكون الجو برد وايدينا سقعانة شوية، فما فتقول لماما يا ماما انا بردان، فماما تمسك ايديك وتدفي ايديك او ايه، او تحضنك، او ده سببه ايه؟ ده سببه ان هي بتنقلك الايه، الانرجي اللي عندها. خلاص. يبقى البنجوين بس هما دول الكلمتين اللي في البنجوين فيت. البنجوين فيت ولا عنده فيذر ولا عنده فات ولا عنده اي حاجة، ولكن ربنا خلق له 2 تايبس من البلاد فيزلز. واحد فيهم بياخد الكولد بلاد ويطلعه فوق برينج اب، والتاني بيجيب الورم بلاد من فوق ينزله لتحت برينج داون، وبيعملوا ويفنج around each other. تمام. ده اللي انا محتاجة احفظه في الجزئية دي. طب تعالوا كده بيقول ايه blood vessels coming down to the penguin feet carry warming blood. يعني قال لي اللي جاية لتحت معاها warm blood. افتكر دايما ايه الصورة دي اهو، السهم اللي نازل لتحت مع الورم بلاد، يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة صحيحة، برافو جدا. طيب ندخل على نمبر 2.
penguin can adapt to live in extreme cold environment by having feather and fat in their feet. طيب يا ترى صح ولا غلط؟ ها؟ طيب هو الإجابة إن هو غلط. ليه؟ لأنه أنا لسه قايلة من شوية الفيزرز والفات فوق في الجسم، إنما الفيت ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش ولا فيذر ولا فات. أوكي؟ تمام. طيب خلصنا أول أنيمال اللي هو البولر بير، اللي هو عايش في الأنتاركتيكا، اللي هو مثلا عنده dense feather and dense feather و thick layer of fat. هندخل على تاني انيمال هندرسه اسمه البير. خلاص، البير ده في منه 3 الوان: وايت بير، براون بير، بلاك بير. طب يا ترى البولر بير ده اللي هو واضح جدا من الصورة انه لونه ابيض، عايش فين؟ عايش في التلج، في البولر ريجن او اسمها اراكتيك ريجن. طيب وبعدين بعد كده بيقول لي يا ترى ليه ربنا بقى خلقه لونه ابيض وخلى التانيين لونهم مختلف؟ علشان اللي عايش في التلج محتاج يعمل حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ محتاج يعمل blend within the snow. يعني ايه؟ يعني blend. عارفين لما بيبقى عندنا هاند بلندر بيعمل ايه البلندر ده؟ او البلندر اللي هو الخلاط بيخلي الحاجات تدخل في بعضها. لو انا هعمل عصير مثلا او كوكتيل، بجيب 1 2 3 واحطه على بعضه مع السكر مع المية مع العسل يطلع لي ايه؟ يطلع لي كوباية العصير. بالظبط كده. هو البير ده لونه ابيض، فبيعمل بلند، بيستخبى، ما بيظهرش، مش بعرف اشوفه. in with the snow يعني ايه؟ مع السنو، مش بشوفه خالص من السنو. تمام. طب يا ترى ليه اصلا كده؟ يعني هو ليه لازم يستخبى؟ علشان سنيك اب اون ده كده ايه؟ ده كده اكسبريشن بيتقال على بعضه. سنيك اب اون اتس براي يعني ايه؟ يعني يخدع الفريسة بتاعته، يعني يستخبى، ما تكونش شايفاه فيهجم عليها فيقدر ايه؟ ياكل. طبعا البولر بير بياكل سمك، ولو طبعا بياكل لحوم، يعني هو بياكل سمك في الاغلب. ولو طبعا بقى اتشاف السمكة هتهرب. تمام. طيب يبقى انا عندي ايه اللي هحطه تحته خط واحفظه؟ رقم 1 البولر بير عايش فين؟ في اركتيك ريجن او بولر ريجن. طيب يا ترى ايه هو بيعمل ادابت ازاي؟ رقم 1 الفرو بتاعه بيكون وايت وثيك. طب يا ترى ثيك يعني ايه؟ يعني سميك. طب هو ثيك ليه؟ علشان to keep its body warm. نفس الكلمة اللي انا حافظها لسه من شوية. طيب يا ترى الفرو بتاعه لونه ابيض ليه؟ to blend within the snow. ناخد بالنا انه في حاجات كده هتثبت معانا. يعني blend in هيتخفى فيه. هو عايش في السنو، اوكي، في السنو، وهناخدها برضو بنفس الكلام. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي مين؟ هذا البولر بير. انا عارف انه البولر بير عايش في البولر ريجن، ان اسمها الاركتيك ريجن. المناطق دي بتكون مليانة تلج. طب هو لونه ابيض ليه؟ to blend in with the snow. تمام. طيب بيعمل كده ليه؟ snake up on the prey يعني ايه؟ هيخدع الفريسة بتاعته. بعد كده الفرو بتاعه ثقلي علشان يدفيه to keep its body warm. طب انا بعيد الكلام ليه كده كتير؟ انا بعيده علشان كل الكلام ده هيجي تاني ويتعاد تاني في اماكن تاني، فانا لو حفظته دلوقتي كويس كل اللي جاي يبقى جميل. بعد كده عندي مين الاتنين الباقيين؟ براون and black bear. طب يا ترى ربنا خلق واحد فرو لونه اسود والتاني فرو لونه براون ليه؟ علشان هم عايشين في الفورست. فهم عايشين في الفورست. الفورست دي يعني ايه؟ يعني الغابة، يعني ارض، يعني شجر، يعني لون اخضر ولون بني وحاجات كتير، فيقدر يستخبى وسط الشجر او حتى لو على الارض محدش ايه هيشوفه كتير. فبيقول لي لو قالك عنده سيكفر هتقوله ايه؟ to keep its body warm. طب لو قالك بلاك او دارك فر، طب يا ترى ايه السبب؟ علشان to hide among the trees. to hide among the trees. to hide among the trees
يستخبى بين ايه، بين الشجر وهو بيصطاد. طيب ده يخليني اعمل ايه، اطلع لفوق والاقي ان عندي definition اسمه كاموفلاج. كاموفلاج دي انا بشبهها زي الاستغماية بالظبط. احنا بنيجي نلعب مع بعض بنعمل ايه، واحد يستخبى في الدولاب، وواحد يستخبى تحت السرير، وواحد يستخبى تحت البطانية. ممكن واحد يتخفى ويحط مثلا، يعني زي ما بنشوف كده واحنا بنلعب مع بعض، هنلاقي ايه، بنحاول نستخبى نتخفى. فبيقولي الكاموفلاج الانيمالز بتعملها معقولة. اه. طيب فبيجي يقولي definition كده، تعالى نشوف يعني ايه كاموفلاج. هي way of adaptation، نوع من انواع الادابتيشن that animals use to hide. مين اللي بيستخدمها؟ الانيمالز. ليه؟ علشان hide from their predators or prey. بس كده لحد كده enough. تمام. يبقى الكاموفلاج هي way، خلاص، نوع من انواع الادابتيشن، way of adaptation. مين بيعملها؟ لازم الانيمالز. ليه؟ علشان تستخبى. hide معناها تستخبى from their predators and prey. تمام. طيب ده يخليني افهم يعني ايه predator ويعني ايه prey. predator معناها الفريسة، سوري الكائن الايه المفترس. predator الكائن المفترس، اما البري فهي الفريسة. يعني لو قلنا اسد وغزالة، فالاسد هو المفترس فهو البريدتور، ولكن الغزالة هي الفريسة لان هي البري. بس كده، ده اللي معانا في البيج دي. طيب يجي يقول لي ايه السنة دي، وان شاء الله في جريد 5 برضو نفس الكلام، بريدتور هو مين، براي هو مين. فانا ابقى حافظ animal that hunts، الذي يصطاد ويأكل الكائنات اسمه بريدتور. is hunted، الذي تم اصطياده وتم أكله يسمى بإيه، بالبراي. اوكي يا شباب، اتمنى ان شاء الله يكون الجزء ده تمام. اللي فاته حاجة يقلب يعني يوقف الفيديو ويشوف الدنيا. بعد كده عندي كوركل وعندي الفنك فوكس. طبعا اول حاجة خدت ايه، خدت البنجون. رقم 2 خدت بولار بير وبراون بير، والمرة دي هاخد الايه، كوركل والفينيك فوكس. طيب واضح كده من الشكل طبعا ده القط بتاع الصحراء وده الثعلب اللي موجود في الصحراء، وهما الاتنين قاعدين في الصحراء. ولذلك اول حاجة لازم اعرفها انه الفرو بتاعهم ساندي colored fur. بالمناسبة في عندي animals بتتغطى بفيذر زي مين، زي البنجوين، وفي منها بتغطى بفر زي مين، زي البولار بير وزي الكاركل والايه والفينيك فوكس. وفي منها بتغطى بسكيلز زي مين، زي الايه، الديزرت ليزرد. تمام. طيب خلينا بقى نبدأ مع بعض. يا ترى الجماعة دول عايشين فين؟ عايشين في الديزرت. علشان كده ايه اللي حصل، الفرو بتاعهم ساندي colored fur. طب ليه؟ to blend in with the desert. كلام عادي خالص اهو. تمام. طب ليه برضو to sneak up on its prey؟ سهلة برضو، نفس الكلام اللي فات هحطه هنا. اما بعد كده عندي مين، عندي الديزرت ليزرد. فالديزرت ليزرد دي يعني الايه، خلي بالكم اللي فاتت كانت اسمها استورد جيمال ليزرد، المرة دي اسمها ايه، اسمها ديزرت ليزرد. دي نوع من انواع السحالي الموجودة، خلاص، بس بتعيش فين، على colorful rocks. يعني الروكس اللي هو عايش عليها، الصخور اللي بيعيش عليها بتكون ملونة، فهو بيضطر يتلون زيها بحيث ايه، ما ينفعش يتشاف عشان يحمي نفسه، ولو اتشاف هيتاكل. تمام زي ما اتفقنا. طيب يبقى هي عايشة في الديزرت. خلي بالكم من الكلام هنا، او جسمها بيتغطى بسكيلز، سكيلز اللي هي الحراشيف كده. تمام. وكولرفول سكيلز ملونة الوان كتير. طب ليه؟ نفس الكلام نفس الكلام، to blend in with colorful rocks، to hide among the colorful rocks. هي نفس الكلمة. انا ممكن اثبت اي كلمة فيهم واقولها ايه، واقولها على الباقي. طب تعالوا كده نشوف الايه التشيكين بروجرس. بيقول لي رقم 1 البولر بير عنده دارك فير من البداية كده، بسم الله، غلط. بعد كده البراون بير لف في الاركتيك ريجن. اركتيك ريجن دي سنو، يبقى بولر بير، يبقى برضه غلط. طيب كومبليت فينيك فوكس عنده colored fur، يبقى بستني مني بس كلمة سيندي colored fur. تمام. طيب بعد كده the type of adaptation، نوع من انواع الادابتيشن.
some animal use بيستخدم ان هو يعمل hide from predators or prey. دي اسمها ايه؟ طبعا camouflage. تمام. طيب كويس اوي. احنا كده الحمد لله خلصنا اول lesson. ان شاء الله نراجع كويس الفيديو الجاي باذن الله، هحللكم الاكسرسايزز كلها بتاعت lesson 1. يلا بينا ذاكروا كويس. سلام عليكم.